السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. وفي ثاني ايام رمضان المبارك مش عايزين ننسى أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. واللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وكل اللي داخل الفيديو كده يبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية كده بناء الاستاد، وفي الأسابيع الأولى من بداية بناء الاستاد بيتم أول إعلان رسمي لتشييد او بناء استاد النادي الاهلي. تشييد ايه بقى؟ بناء بقى الاستاد الاهلي. دلوقتي احنا في خطة البناء والحلم اللي بيتحقق قدام عينينا دلوقتي. انت بتشوف الحلم بيتحقق خطوة بخطوة، واللي مش عارف الكلام ده يخش على صفحة القلعة الحمراء وهيعرف كل حاجة. فبداية الخطوة في اعلان رسمي لبناء الاستاد وحجر الاساس او حفر اسمك على حجر من النادي الاهلي. وانتوا عارفين طبعا الاسعار الخزعبليه اللي موجوده. واحد يقول لي يا عم ده انا احط فلوس ليه يا عم وبتاع والحكايه والروايه. والله اللي قادر وفي مقدرته يحط، مش في مقدرته ما يحطش، مش عايز يحط ما يحطش. دي حاجه دعم للنادي الاهلي. ده بيستغلوا طبعا الناس اللي هي المستثمرين، بيستغلوا الناس اللي هي اساميها كبيره في الوسط الرياضي، ويبدأ يعمل كده. فدي حاجة هي فايدة للنادي الأهلي، إنك بتدعم الاستاد عشان الاستاد ده محتاج مبلغ وقدره. فالمبالغ دي هتيجي منين؟ هتيجي من حاجات زي كده. ما علينا. فأول إعلان بنرى فيه في الإعلام المصري أو في قناة رياضية مصرية، والإعلام بيضم كابتن محمد أبو تريكة. والاعلان انه يضم كابتن محمد ابو تريكه، فدي فيها حاجه. هتقول لي فيها ايه؟ هقول لك فيها عوده لكابتن محمد ابو تريكه مره اخرى. انك تشوف محمد ابو تريكه في الاعلان رسمي على قناه مصريه، فدي بتشمل ان كابتن محمد ابو تريكه قد نراه مره اخرى في مصر. وعوده حميده لكابتن محمد ابو تريكه مره اخرى. ووجود كابتن محمد ابو تريكه مره اخرى في مصر يعني وجوده داخل جدران النادي الاهلي. دعمه المستمر للنادي الاهلي حتى وهو في القنوات الخارجيه، وحتى وهو بيعلق وبيحلل المباريات الاخرى، بيدعم برضو النادي الاهلي في كل المجالات، وبيدعم وبيساند النادي الاهلي في كل البطولات، وبيآزر اللعيبه وبيدعمها في كل المجالات. ولما اللعيبه بتأثر بيقول لا مش شخصيه ومش هو ده النادي الاهلي. فكابتن محمد ابو تريكه الداعم الاول والاساسي ونقطه تحول. لا، عودة كابتن محمد ابو تريكة هتكون يعني حاجة احنا كلنا كجمهور الاهلي كنا بنتمناها من السنين، ان نشوف كابتن محمد ابو تريكة مرة اخرى داخل جدران النادي الاهلي في مصر. عشان دي حاجة يعني احنا بنحب ايقونة زي دوت يكون موجود، لان وجوده هيكون مؤثر بشكل كبير جدا حتى على شكل النادي ككل من دعمه المستمر. فعودة كابتن محمد أبو تريكة هتكون عودة حميدة بإذن الله تعالى، نشهدها جميعا ونحتفي بها جميعا كجمهور النادي الأهلي بعودة كابتن محمد أبو تريكة مرة أخرى لجدران النادي الأهلي. دي أول حاجة. تاني حاجة لقاء بن شرقي وكابتن سيد عبد الحفيظ. وانا هقف لك على بعض النقاط، يعني اكيد مش هقول لك النقاط كلها في الفيديو او التصريحات كلها في الفيديو، بس هقف لك على بعض النقاط اللي لازم نتكلم عليها ونقف عندها. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول له اهم بطولات بن شرقي او اهم بطوله او افضل بطوله لبن شرقي. قال له طبعا من وجهه نظر، انا ما تقوليش 2017 بقى بن شرقي، يعني مش كده 2017 الهيد اللي انت جبته فينا. قال له لا يا كابتن، هي دي البطوله الاولى بالنسبه لي، ودي انفجاره بن شرقي وظهور بن شرقي ومعرفته للناس من الهدف ده. من الهدف ده انفجاره بن شرقي ومعرفته للجمهور ككل، وبدايه ظهور وتلميع بن شرقي في المباراه دي او في البطوله دي بالاخص. فدي بالنسبه له هي افضل بطوله. وهو صح، احنا ما عرفناش بن شرقي غير في الهدف اللي سجله في النادي الاهلي وفي اول بطوله ليه مع الوداد المغربي.
فدي حاجة مفروغ منها. بيسألوه عن احتفاله امام الزمالك. انت يعني انت كنت محضر انك تسجل هدف؟ يعني انت كنت محتاج كنت عايز انك تسجل هدف؟ ولو كنت سجلت هدف كنت محضر ان انت مش هتحتفل؟ قال له حته ان انا كنت عايز اسجل هدف، اكيد كنت عايز اسجل هدف، ده شغلي وده احتراف ولازم اخد بالي ولازم اعمل الكلام ده. انا بقى بشتغل انا دلوقتي في النادي الاهلي، فلازم اعمل ده، ولازم ان انا احاول ان انا اسجل هدف، ولازم احاول ان انا ادعم او اساند الفرقه في الملعب. فحته ان انا كنت محضر ان انا ما احتفلش ولا لا، انا ما احتفلتش بسبب احترامي للجمهور اللي دايما بيشوف بن شرقي وبيقول له احنا بنحبك، حتى لو رحت النادي الاهلي احنا بنحبك. فبالتالي ده كان رد الجميل ورد المعروف من شرقي، شخصية محترمة ومن الشخصيات المحترمة جدا. فلما بيقول تصريح زي دوت، شابوه لبن شرقي، واحنا بندعم وبنساند دايما الشخص المحترم. لكن لما يبقى في مشاكل تانية من جهة اخرى، وفي الاخر تقول لك ده بص ده وبص ده، ما تحطش مقاييس ده ومعايير ده على نفس معايير ده. ما تحطش الوضع اللي كان فيه ده لنفس الوضع اللي كان فيه ده، عشان دي في حاجات احنا عارفينها، وهنا في حاجات احنا شايفينها. سلام.